السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. رمضان كريم بجد يا بنات. ما شاء الله. الحاجة يعني بتيجي لوحدها. سبحانك يا رب، سبحانك. شهر الخير، شهر الكرم. يا رب يزيدنا كرم ويزيدنا خير انا وانتم وجميع الناس يا رب العالمين ان شاء الله. ده تاني يوم فطار. عملت كيكة كده جنب القطايف، وعملت عصير جوافة باللبن، وعملت طاجن. عملت طاجن بامية باللحمة الضاني يا بنات، بالبامية اللي انا مفرزاها، وعملت رز ابيض يعني من غير شعرية، عملت سلطة بلدي. اللهم بارك. كان فطار بسيط وحلو وسهل يعني وبسيط. اللهم بارك يعني. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وندخل كده على الفيديو بقلب جامد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اولا حطيت كده اللحمه تتسلق، حطيت كل حاجه اللي هي الطماطم والبصل واللوري وكل حاجه. دي لحمه ضاني. آه يعني كنا رايحين نجيب لحمه عاديه، فيعني جاموس وكده، فما لقيناش عند الجزار، لقينا ضاني. فجوزي بعتلي يعني، فقلت خلاص يعني مش مشكله. كنت فاكره ان الولاده يعني عندي ناس ما بتحبهاش، فعملتها وعملت حاجات تانية جنبها. جبت كده البصلايه بتاعتي، انا ما رضيتش اعملها في الكبه، لان انا مش هعمل بصل كتير. هعمل كده بصلتين، 2 أو 3 على ايدي. عملتهم كده، احط رشه ملح بفلفل. يعني بصوا، انا بعمل الاكل يا بنات على قدنا، يعني انا واولادي لما اكون عامله عزومه بسم الله ما شاء الله يعني بزود في الاكل، واكون عارفه مين اللي جاي، وبعمل عزومه اكتر اكل. فانتوا عارفين رمضان طبعا يوم وبيوم. ما بحبش عندي الاولاد ما بيحبوش ياكل اللي هو البواقي، فاهميني؟ فساعات اروح عايده عامله اعاده تدوير، فبرضه يعني ما بيرضوش. فبحب اعمل الحاجه يعني على قد، يعني على قدنا كده بالفطار، وكان الله يحب المحسنين والحمد لله. حطيت كده معلقه سمنه حلوه، وحطيت كده البصلايه بتاعتي يا دوب تتبل. يعني مش هنحمر البصلايه جامد زي ما احنا بنطبخ بالصلصه للطاجن الباميه. طعمه يا بنات والله العظيم جامد خطير، واللحمه مدياله طعم زياده. طبعا انا سلقتها آه، يعني بصوا 3/4 سوا، او كمان السوا زاد، بيحبوها مستويه جدا. نزلت بقرن فلفل سبايسي، ونزلت باللحمه، وهياخدوا كده يا دوب تشويحتين، وهنزل بالطماطم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان طبعا شهر الخير والكرم علينا كلنا. بسم الله ما شاء الله، بيجري بسرعة الصاروخ يعني. مش عارفة والله. هو الفطار ده كان تاني يوم، انا بسجل 3 يوم، يعني النهاردة 3 رمضان. بجد يا بنات بيجري جري فظيع. سبحانك يا رب، مع انه شهر خير وكرم ملوش حدود. المهم نزلت بالبامية بتاعتي، هنشوحهم كده مع بعض، وبعد كده هننزل بالطماطم. هنسيب الحاجات دي كلها، طبعا هتاخد تسبيكة حلوة، لازم تتسبك حلو جامد. بعد كده تنزلي بالشوربة. بحب يعني الحاجات انا تتسبك معايا عشان تاخد حقها. نزلت كده بالطماطم بتاعتي، هحط مرق الدجاج، وهسيبها تتسبك معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه لايكات يا بنات للفيديو، بالله عليكم، يعني عايزه لايكات كده ترفع الفيديو وتعليه. ربنا كده يحسن ما بين ايديكم جميعا ان شاء الله. هنا كانت بتغلي خلاص، يعني السبك داخله على التسبيك، فاهمين؟ شايفين المنظر؟ والله العظيم منظر تحفه. ولما حطيتها في الطاجن وطلعتها من الفرن، والريحه تجنن تجنن بجد. حطيت هنا ملح تاني، كانت عايزه ملح، واحط مرق الدجاج، وهزيتها كده شوربه. وبعد كده هسيبها تغلي غلوتين، وهنقولها في الطاجن على طول. اسهل ما يمكن، اكله بسيطه وحلوه في نفس الوقت حلوه. الولاد عندي طبعا زي اي اولاد، طبعا كله بيحب الاكلات اللي هي الكنتاكي والشاورما والحاجات دي. انا بحب الطواجن،
يعني انا وجوزي بنحب الطواجن فمجننني. ساعات يعني بنتفق على اكله كلنا، وساعات نختلف، فاروح بعمل الحاجه اللي هم عايزينها، وبعد كده اعمل لنا حاجه. انتظروني في فيديو جديد تاني ان شاء الله بعد ده، حلو جدا بسم الله ما شاء الله تحفه. بس عايزه لايكات تشجعني يا بنات للفيديو. المهم حطيت هنا حته دهنه من اللحمه الضاني، بتنقل الطشه في حته تانية خالص. وحطيت معلقه سمنه تاني، وحطيت احط كده معلقه كزبره ناشفه هنشوحهم. بنحط مع كزبره ناشفه، ما تخافيش بتدي الباميه طعم خطير، زي طشه الملوخيه بالظبط، بس والله يعني فظيعه كده. طشيت الطاجن بسم الله ما شاء الله تحفه معايا زي ما انتوا شايفين. هدخله الفرن، اللهم بارك يعني. هنا حطيت هعمل الرز. كانوش عايزين الرز، عايزينه اللي هو الابيض مش بالشعريه. هاخده كده تشويحتين حلوين، هيكون حبه وحبه يعني انا بسيبه كده يحمر، وبعد كده زي ما انتوا شايفين حبه وحبه اهو زي ما هو انتوا شايفين. بعد كده هنزل بالشوربه عليه. الرز كان خطير يا بنات، برضو كان طعمه حلو ومفلفل كده بالواحده، اللهم بارك يعني. هنزل كده بالشوربه. ولسه رمضان بسم الله ما شاء الله، يعني عايزين كل يوم وصفة. هنا البخار طلع على الكاميرا ما شاء الله، خلانا كده ايه ما شايفينش اي حاجة. اللهم الله المستعان. عايزة اعمل لكم وصفات حلوة، بس شجعوني يا بنات باللايكات، وصلوا على النبي في الكومنتات، وشيروا الفيديو. يا رب كده يصلح ما بين ايديكم وبين ايدينا، اللهم امين، وتقبل منا صيامنا وصيامكم، اللهم امين يا رب العالمين. وارزق المشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. واشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كان الرز استوى معايا، بصوا رز واحده بواحده كده، اللهم بارك. والله الكاميرا ظلمة يعني مفلفل ويجنن، فما بلحقش بغرف على فكره، انا بصور وواقفين كده فده الشكل النهائي. انا مصوركم من غير مغرف، يعني بيبقوا يا ماما مش عارفه ايه وعايزين، والتصوير هيأخرنا، فبلحق بصور، والاكل هو في الصواني. الرز بتاعنا وسلطه بلدي، والحمد لله فضل ونعمه وشكر من عند ربنا، وربنا يديمها نعمه علينا، وتقبل منا ومنكم الصيام، وربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم ان شاء الله. وبشكركم جدا جدا، وبشكر كل اللي دخل عندي جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.